السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو جديد النهاردة وروتين جديد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نوصلكم كل جديد. النهاردة بقى هنعمل سمك سنجاري بطريقة حلوة كده، يا رب تعجبكم. هنا جبت معايا دول 2 كيلو سمك روسي. عايزين تعملوه ببوري ماشي، برضو البوري حلو بس بحبه بالروسي صراحة احسن. هنا جبت اهوت. العملة بتاع كل فيديو لازم الرينج لايت يطفي، الفيشة بتعلق، قولوا لي غيريها يعني. ما علينا. انا جبت ومبت 2 كيلو سمك، فتحته من ظهره زي ما انتوا شفتوه، وشلت بقى بطنه كده. هو بيتفتح من الظهر مش من البطن. معلش بقى على المنظر وايدي وكده، هو السمك لازم يكون في دم. شوف بنضفه الاول كده، بشيل اي حاجة فيه وبقطع راسه لان راسه كده كده مش هتتاكل. مبقاش فيه يعني زعنف بيقولوا عليها زعنف كتير يعني وكده، ولا في قشر ولا اي حاجة. بفتح من الظهر كده، السكينة تكون حامية ودنك ماشية ورا السلسلة. اه وبطنها هي مفيهاش اي حاجة كتير، هي بس الحتة اللي هي عقدة دم دي. اه انا بقفله كده دلوقتي عشان هروح على الحوض واروح غاسلة وشايلة السمار ده كله. دي كنت فاتحاها قبل ما اصور ونسيت اصلا ان انا هصور، فقلت افتح 2 معاكم دول بعد كده اكمل انا. اه المفروض اعمل الكلام ده كله على الحوض، بس الفيشه بتاعت الرنجلات ما بتوصلش لهنا. انا هاخده واغسله تنظيف السمك، مش محتاج حاجه يعني، بظهر ايدك كده اروح شايلاه الاسمر اللي فيه ده. السكينه تكون حاميه ومشي ورا ظهر السلسله، هتلاقيه اتفتح معاكي على طول. هو سهل وجميل واكله صراحه تحفه. انا بحب السمك السنجاري جدا انا وولاد. اه وبالبوري برضو بيبقى حلو، بس تجيبوا البوري يكون كبير شويه. انا خلصت السمك كله معاكو. اخر واحده اهيت معايا، مكانه 5 سمكات. دي كانت صغيره شويه على السمك التاني. اه بسم الله ما شاء الله، وباكله خفيف وطعمه جميل. وهنعمل له تتبيله دلوقتي تتحط عليه جميله. اعملوه بالطريقه ديت وقولوا لي في التعليقات حلو ولا وحش. اه تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. هنا بقى رحت نضفت على الحوض وجيت وجبت هنا الصينيه دي منها طويله، حطيت فيها ملح وخل ودقيق وشويه القرفه بتوعنا اللي مننساهمش، وقلب كده مع بعضه واروح نقع في السمك عما نروح نعمل التتبيله اللي بنقول عليها ونيجي. بقول لكم نضفت اهو زي الفل من جوه، قلب ابيض. هتنقع برضو شويه كده. معلش الفيديو فيه ناس كتير رايحه جايه كده دول. ولادي كانوا بيكلموني. اه هنا بقى رحت جايبه شويه التوم ده، وبيحب التوم الكتير يعني تعمل لي راس او 2 كبار كده توم. تروح هرسهم بالهرسهم كده او تدقهم في الهون او زي المهم يعني ينعموا. ايه ده؟ فين اللقطه دي؟ معلش والله انا ما خدت بالي، اللقطه دي راحت. بس المهم التوم اهوت اللي هناك دي بعد ما قشرناه وهرسته كده، رحت حاطه عليه كمون وملح، واهم حاجه اهم حاجه الكزبره. يبقى ملح وتوم وليمون وكزبره، وكتري الليمون حتى القشر الليمون اللي عملته حطيته هناك على وش السمك. توم وملح وكمون وكزبره ناشفه على التوم، وقلبتهم وسبتهم في جنب. ورحت جايه بقى جايبه هنا نقطع البصل زي رفيع كده زي ما انتوا شايفين، جوانح رفيع بالطريقه اللي انتوا عايزينها او الطريقه اللي انتوا عايزين تسموها. اهو رحت مقطعه رفيع كده، والطماطم بشير البذر بتاعها عشان ما تنزلش ميه. اهو طماطمتين بس صغيرين او واحده ونص كده، اقطعهم رفيع خالص كده. اخدهم ده كله دلوقتي واروح على النار. اخد معلقه صغيره من اللي هي بتاعت اللي احنا عملناها الخلطه اللي هناك دي اللي بتاعت دي كان جوزي جايبها لي وهو جاي. عايزه اقطع الجزر. اه بس طبعا في شيلت اللي انا اعملها، في شيلت اللي انا راح اعملها.
زهقت منها. المهم ايه، قلت اجرب يا بنتي، جرب الصغيرة يمكن ايدك مش جايباها. ما علينا يعني، انا عويلة ومعرفتش اعملها، وفي الاخر رحت فاصلة الفيديو وناديته هو عملها عشان ما ابقاش كذاب. هنا هو اتعمل دول، قلت له طب عم اكمل، ما عرفتش برضه، عمال يقول لي لفها عكس. المهم اللي انا زهقت يعني، وهفصل الفيديو دلوقتي واقول له طب تعالى انت بقى اعملها، مش انت اللي جايبها، تعالى اعملها. المهم هنا عملهم اهوت، وباركوا دول الاتنين دول معاها. هي حلوه مش وحشه، بس انا اللي يعني ايه، مش دماغي مش فايقالها اللي انا اتعامل معاها بمعنى اصح. هنا المهم اهوت، جبت شويه زيت في الطاسه بتاعتي، وخدت شويه من الخلطه اللي انا عاملاها، اللي هي توم وليمون كتير وكمون وكزبره وملح، كزبره ناشفه. خدت معلقه اهوت، ورحت نازله بقى بالحاجه اللي انا عملتها، ادي البصل، وانزل بالحاجه كلها الجامده الاول. انا مش عايزه الحاجه تدوب معايا قوي للاخر، يا دوبك بس كل حاجه تشويحه تشويحه على الخفيف كده. البصل اهو، رحت نازله بالجزر بعده، وانزل بالفلفل والطماطم دي اخر حاجه خالص. اخدهم بس تقليبه. الخلطه دي هنحطها على السمك دلوقتي. السمك السنجر جميله، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. بس اهم حاجه تنضفي السمك كويس ونخليش فيه اي زفار. اهو، انا ما جريتش الفيديو اول مره دي عشان تشوفوا كل حاجه. انا عارفه ان انتوا اشطر مني وبتعملوا كل حاجه حلوه. انا حطيت الفلفل اهوت. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طول ما احنا قاعدين يا جماعه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تنفعنا يوم القيامه. اه هنا نزلت بالطماطم اهوت، حطيت شويه الملح بس مش هكتر ملح، لان انا كنت حاطه في التوم اللي احنا حطيناه في الاول. بس خلاص كده وطفيت، مش هكتر على الطماطم عشان ما تبوظ. انا صفيت السمك اهوت، والصينيه ديت حطيت فيها شويه زيت عشان بس السمك ما يلزق. عندك ورق زبده حطيه، او ورق حراري حطي برضو. هنا هحطهم عكس عكاس عشان بس الصينيه تاخد معايا. اهو، اروح جايبه الخلطه الحلوه اللي انا عملتها دي بقى، اللي التوم شرب منها، اروح دعكه بقى السمك كله. وزعت كده وسبت الحبه دول للسمكتين اللي هناك. انا هجيب صينيه دلوقتي واحطها فيها. ما ترموش اي حاجه بقى من الخلطه الجميله الحلوه دي. ادعك بقى اللحم كده بتاع السمك عشان يشرب الخلطه دي. ويا سلام بقى لو عملت الحبه دول وسبتهم بس نص ساعه كده مع بعض، بس السمكه بس تشرب الحبه دول. ويا سلام يا سلام يا سلام. دعك 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 دعك. دخل التوم كله في اللحم كده يا سيدي، ما شاء الله. قولوا لي السمك الروسي عندكم بكام يا جماعه، والبوري عندكم بكام؟ خلاص كده راح بقى اجيب الخلطه اللي احنا عملناها، واروح موزعها كل شويه كده في السمك. بس طبعا بعد ما عملنا ده كله وتعبنا ورصنا السمك التاني ده في الصينيه، جينا ناكل. النور عمل ايه؟ زي كل مره النور عمل عملته، وراح متكل على الله وراح قاطع. وكان يومها والله والنور قاطع. فمعلش اللي انتوا معايا يعني صورتولكوا والله في الضلمه، حقكوا عليا ان النور بيعمل معانا كده. اهو، حطيت هما الدول ودخلتهم الفرن. ما تعلق في الاول كده، بس علق عليه لحد بس ما الصواني والحاجه تسخن، وبعد كده ايه وطي عليه عشان ما يلزقش ويتحرق مني. اهو، حطيت بس شويه زيت بس عشان الخضار، وخلاص على كده. النور هنا كان قطع. دي اللي كان الاكل بتاعنا. متنسوش اللايك والاشتراك، ومع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.